بصوا يا جماعة، ده مريض الشلل الرعاش. دلوقتي هيوصلوه على جهاز عبقري هيقضي على الأعراض اللي ظاهرة عنده دي كلها. عاوزكم بس تركزوا على الرعشة والحركات اللا إرادية اللي باينة في إيده ورجله. أهو بصوا يا جماعة، ده شكل الجهاز، اسمه دي بي اس أو ديب برين ستيميوليتور، والدكتور هنا بيظبطه على إعدادات معينة تناسب المريض. بصوا يا جماعة، الرعشة اللي كانت عنيفة بتهدى شوية شوية. إزاي؟ ركزوا معايا بس. بتهدى وبتهدى خالص. تحس كده براحة نفسية كده. سبحان الله، الواحد في نعم كبيرة والله. وعلشان نتأكد إن الجهاز شغال كويس، الدكتور هيطلب منه يعمل بعض الحركات الدقيقة، زي إنه بيكون بيسبح مثلا عشان يشوف كفاءة المخ. ظبطت كده، المريض هدى خالص ورجع لطبيعته وزي الفل. بصراحة حاجة عبقرية. اللي عند المرضى دول ربنا يشفيهم بيبقى خلل في منطقة صغيرة جدا في المخ اسمها سبستانشيا نيجرا، ودي المسؤولة على إن الواحد ما يصدرش منه أي حركات لا إرادية ويخلي الحركة سلسة ومرنة. سبحان الله، شوف قد إيه الخلل في منطقة صغيرة في المخ ممكن يقلب حياة كاملة.